قبل ما ابدا كلامي في اي تفاصيل عن المؤتمر، عايز اشكر جماهير النادي الاهلي. عايز اشكرها واهنيها ببطوله الدوري. لما اتكلم عن جمهور بحجم جمهور النادي الاهلي بتكلم عليه وانا عارف كويس جدا ان هو الظهر، هو السند، هو اللي دايما واقف ورا ناديه، وهو اول واحد تلاقيه في الشده موجود. طبعا في الفرح الحمد لله موجود دايما باذن الله، واقف ورا النادي اللي دايما بيدفع النادي اللي قدامه. جمهور الاهلي مختلف، جمهور الاهلي دايما بيدفعك لقدام، دايما بيخليك صامت واقف وتكافح لحد اخر لحظه، وده اللي حصل في بطوله الدوري العام السنه دي. جمهور الاهلي كان مؤمن تماما بالبطوله، زي ما كان لاعبتنا الحمد لله كانوا مؤمنين بده. لاعبتنا حصل اخفاق في بطوله افريقيا، وده امر الاهلي مش متعود عليه، ولكن هو طبيعي في كره القدم. بعديها الناس كلها تعهدت على هناك 6 مباريات ب 18 نقطه ممكن توصلك تفوز بالبطوله. كل الناس اشتغلت على ده، كل الناس امنت ان جمهورها في ظهرها. الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي بيثبت دايما ان المواقف الصعبه الاهلي لها. الحمد لله رب العالمين. وكمان مش بس ان جمهورنا داعم، ده جمهورنا كمان هو راس مال كبير للنادي الاهلي. اللي احنا فيه النهارده الجمهور اللي يدور فيه. دعم الجمهور يخلي كل الشركات وكل المؤسسات الكبيره رايحه للنادي الاهلي. نجاحات النادي الاهلي تخلي كل المؤسسات رايحه للنادي الاهلي.